اتهام والدة امبابي انها السبب انه ما يروحش ريال مدريد لحد دلوقتي للسبب ده. اتهم ايفان لومي وكيل اعمال مندي مدافع ريال مدريد فايزة العماري والدة امبابي ووكيلة اعماله بانها السبب في عدم انتقال ابنها الى ريال مدريد حتى الان بسبب عدم احترافيتها. وقال لومي في حديثه لراديو مونte كارلو ان والدة امبابي مش وكيلة اعمال اصلا وما تعرفش حاجة عن المهنة دي، المفروض تروح تتعلم قبل ما تدخل في المجال ده. وانتشرت اخبار ان فايزة العماري هتنشئ شركة وكالة اعمال لتمثيل اللاعبين. احنا كده بنضيع حضرتك. واختارت المغربي اشرف حكيمي وصديق ابنها المقرب وده اغضب وكيل اعماله الاساسي واتهمها بمحاولة سرقته. وقال لومي انك تعتني بابنك ده امر وانك تمثلي عشرات اللاعبين ده امر تاني خالص، وان لو كان عند امبابي وكيل اعمال حقيقي كان زمانه مع ريال مدريد من سنتين، مش بيلعب في باريس لحد دلوقتي وتعبان نفسيا ونفسه يخرج من الفريق. فهل فعلا يا ابو الكباتن فايزة العماري هي السبب؟ من احلى الحاجات اللي ممكن تحصل في برشلونة ان الراجل ده يتكرم في النادي. لابورتا رئيس النادي الكتالوني يعلن عن موعد تكريم ميسي في برشلونة. قال لابورتا ليو ميسي اراد العودة الى برشلونة وانه مر بمرحلة صعبة جدا في باريس سان جيرمان. والد ميسي اخبره بانه مش عاوز يتعرض للضغوط وكمل حديثه نحن نعمل على تكريم كبير لميسي وانه ممكن يكون يوم افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد التطوير، ووعد انه هيكون تكريم مثالي. اقول لك على حاجة، ده اقل واجب للاسطورة ليو اللي رجع تقريبا من اعتزال كرة القدم على اعتبار ان نسخته مع باريس سان جيرمان اشبه بالاعتزال الى بطل العالم في قطر. انا مش فاهم بعد ميسي ممكن نتفرج ازاي على كوره. انا مش ببالغ لان انا وانت واي حد شافه وعاش معاه لقطات وهو بيخترق قوانين الفيزياء بتاعت الكوره، فمن الطبيعي يكون في تكريم لميسي. علشان كده مشجع برازيلي يترك وصيه لنيمار بعد وفاته. فكره انك تكتب كل ممتلكاتك للاعب كره قدم بعد وفاتك فكره مجنونه، ولكن في مشجع برازيلي عملها. المشجع المجهول قال ان قصه نيمار تشبه قصه حياته بالظبط، وقال في مقابله مع صحيفه متروبوليس البرازيليه اعشق نيمار، قصه حياته تشبهني تماما، انا شخص عاشق لاسرتي ولعائلتي، علاقه نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله. وقال ان صحته ليست على ما يرام ومفيش حد يثق فيه او بيحبه علشان يخليه يورثه بعد وفاته. يا عم ما انا اهو قدامك اهو، هو نيمار ناقص فلوس؟ وقال انه مش عاوز يسيب ممتلكاته للحكومه او لاقاربه، وعلشان كده قرر ان هو يكتب كل ممتلكاته لنيمار بعد وفاته. فايه رايك يا ابو الكباتن في تصرف المشجع؟ اكتر اللاعبين تحقيقا للفوز بقميص ريال مدريد بيجي في المركز السادس الاسطوره البرتغاليه كريستيانو رونالدو ب 316 فوز، وفي المركز الخامس بيجي الساحر مودريتش ب 321 فوز، وفي المركز الرابع بيجي البرازيلي مارسيلو ب 372 فوز، وفي المركز الثالث بيجي العملاق سيرجيو راموس ب 437 فوز، وفي المركز الثاني بيجي الجون الاسطوري كاسياس ب 440 فوز. اما في المركز الاول فهو كريم بنزيما ب 440 فوز. فياريت تكتب لنا يا ابو الكباتن في التعليقات مين في اللاعبين دول نجمك المفضل. اكتر 6 لاعبين تحقيقا للفوز بقميص نادي برشلونه بيجي في المركز السادس فيكتور فالديز ب 357 فوز، اما في المركز الخامس فبيجي بيكيه ب 424 فوز، وفي المركز الرابع بيجي تشافي ب 434 فوز، اما في المركز الثالث فبيجي نيستا ب 459 فوز، وفي المركز الثاني بيجي بوسكيتس ب 500 فوز، اما في المركز الاول منفردا بالصداره فهو الاسطوره ليونيل ميسي ب 542 فوز. فهل تتوقع ابو الكباتن الاسطوره ميسي هيعتزل في امريكا؟ وبس كده، شكرا ليكم جدا على المشاهده، اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الاخبار الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه.